السلام عليكم يا أحلى متتبعات قناة مريم معيز. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نحضر معكم كيكة في المقلاة ديال التفاح، سهلة وما فيهاش المقادير بزاف. نبداو على بركة الله في تقديم مقادير. عندي 2 البيضات ما جاوش باينين. غادي نحتاجو للدقيق حسب الخليط، دقيق الفرص يكون رطب. غادي نحتاجو معلقة صغيرة د الخميرة، بشور ليمونة، نصف كأس الزيت ونصف كأس السكر. وغادي نحتاجو 2 تفاحات مقطعين شرائح رقيقة على هاد الشكل هذا. غادي نبداو على بركة الله. غادي نحكو قشيرة د الليمون. من الأحسن إلا كان عندنا الليمون في الدار نبقاو نحتفظوا بالقشرة ديالو، لأن كنحتاجوها بزاف الكيكات. بزاف الحاجات كتحتاج حسن ما نديرو الفاني. 2 بيضات، غنضيفو نصف كأس السكر ونصف كأس الزيت. نخلطو الكل وغادي نضيفو الدقيق تقريبا 3 ديال المعالق كبار غادي نحتاجو، ما غنحتاجوش بزاف باش ما تجيناش غليظه بزاف، خاص تجي رقيقه شويه باش كنتمتعوا بالمذاق التفاح. انا ضفت معلقه صغيره د الخميره د الحلويات. غادي نخلط الكل. فهي سهله وما كتحتاجش المقادير بزاف، كدي مقادير قليله بزاف وكتجي بنينه وسهله في المقلاة. بالنسبه اللي كيبغي يوجدها، ولا كاين بزاف الناس ما عندهمش فران في الدار يوجدوا كيكه على البوطه، كتجي بنينه وسريعه التحضير. انا عندي هنا مقلاة غير لاصقه، مباشره نزلت فيها شويه السكر في القاع، وغادي نستف شرائح ديال التفاح في القاع ديالها كامل، وما غادي تلصق ما والو. انا غادي ننزل الطيب على البوطه. غادي ندير مقله د الحرشه في القاع هي الاولى باش ما كتعطيش سخانه بزاف، كتخلي الكيكه طيب على خطره وما كتحرقش. انا كنضيف دابا الخليط ديال الكيكه. غادي نوزعو، نحاول ما امكن نوزعو على الكيكه على التفاح كامل. نغطي الجوانب باكملها باش ما يبقاش يبان التفاح، ومن طيب الكيكه كتجي باينه وكتجي معوطه ومتساويه كامله. كيف ما قلت لكم ما كتلصق ما حتى شي حاجه. انا نزلت المقله الحرشه هي الاولى، ونزلت عليها المقله اللي فيها الكيك ديال التفاح. غادي نغطيها بنفس المقله. هذا ممكن تغطيوها بالمغطى د المقله، ولكن انا اختاريت نغطيها بهذه المقله هذه لان ملفه كنعملها فيها وكتجي رائعه. خليوها طيب حتى تشموا الريحه د الكيكه بانها طابت، حتى تشموا الريحه د الكيكه طلعات في الكوزينه قدامكم. عاد عريو عليها باش كتجي هي هذيك، باش ما كتعروش عليها وهي باقا ما طيباش ترجع لكم. من الاحسن حتى طيب وتشبر في راسها عاد زولوا لها الغطاء. انا دابا كنحاول نزولها من المقله، فهي كتسال بكل سهوله. يكون عندكم شي سباتيل اولا موس كيما عملت انا، كتزول التفاح ما كيلصقش ابدا في القاع المقله، وكتجي هشه وكتجي رطبه واعره فنه. انا غادي ندير لها الطريقه هذه اللي باش نقلبها.
هانتوما كتشوفوا لاحظوا معايا انا نزلت القطعه الاولى باش نقلب عليها، والمره الثانيه غادي ننزل عليها التبصيل باش نقلبها باش تجيني الوجه ديالها في القاع، باش نحمر شويه على الوجه. ضروري تردوها تحمر. ممكن تغسلوا المقله اللي نتوما درتو فيها، او ممكن ديروا مقله اخرى باش تتحمر على الوجه، وكترجعوها في نفس المكان اللي كانت فيه على المقله الحرشه كما كانت في الاول. كنخليوها تحمر على الوجه مزيان. وهالكيكه ديالنا واجده كما كتشوفوا. التفاح كيطيب، ديك السكر كيتعسل مع التفاح، كتجي بنينه ورائعه، خفيفه وظريفه، كتوجد في وقت وجيز. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، واللي عنده شي تساؤل ممكن تسالني في التعاليق. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم واشتركوا في القناة الا باقين ما اشتركتوش باش دائما يوصلكم الجديد. واللي بغى يخلي لي تعليق مرحبا والف مرحبا. خليتكم على خير، الى الفيديو القادم ان شاء الله.